مش عايزة بقى اقول لك ولادي شكروني قد ايه بعد الاكله دي، بجد جميله قوي وهي ترند اصلا ولسه نازله. واحنا طبعا لازم اول ناس نلحق الترند عشان نلحق نعمله. فطبعا زي ما انا ما اتاخرتش عليكم، ما تتاخروش عليا في اللايكات يا بنات، لانكم بجد مقصرين معايا في اللايكات. بس بجد انا بشكركم من كل قلبي، كومنتاتكم جميله كلها على راسي. بصي بقى، عايزه اقولك ان انا هنا كان عندي كيلو الا ربع من الدقيق. تقدري تعملي الوصفة دي بنص كيلو. حطيت عليها معلقة من الملح ومعلقة من السكر وكيس من الخميرة الفورية. وحطيتي بنات المية بتاعتك تكون زي دمعة العين، اخدت مني 3 كوبايات مية من الكوبايات المعيارية. حطي المية بالتدريج علشان العجينة ما تطرش معاكي. انا طريت معايا شوية، اديت لها معلقتين من الدقيق لحد ما تماسكت كده وبقت بتلزق في الايد. ولازم ان هي تلزق في ايدك شوية. ليه بقى؟ عشان اللقمة بتاعتك تبقى طرية كده يعني تحسيها كده حلوة ويبقى فيها لبة، يعني عارفة اللبة اللي هي بتاعة العيش من جوه، هي دي. بس يا بنات هنا بقى انا سبتها عشان تخمر. جبت الاسترتش راب. بصي بقولك ايه، لازم تلزق في ايدك كده شويه. غطيتها بالاسترتش راب وسبتها لحد ما تخمر. وعلشان تخمر رحت عملت ايه، جبت البوله دي وعندي رغيفين فينو في التلاجة طبعا بايتين. ولو طازه ماشي، مش هيقولولك لا، بس الافضل ان هو يكون العيش بايت. وجبت الرغيفين يا بنات ورحت بلاهم بشويه ميه. بصي شويه ميه وسبته على جنب لحد ما اشوف بعد كده انا هعمل ايه. انا اسفه طبعا الصوت اللي طالع معايا في الفيديو ده صوت اطفال في الشارع سامعين وكلاكسات، فمش بايدي والله سامحوني. تمام. بصي بقى هنا هاتي بصلتين في الكبه الكبيره. وعملت ايه، حطيت عليهم طبعا الملح، ده شيء اساسي، ما تخليهاش تملح معاكي. لو انت هتحطي توابل كفته، ما تخليش الكفته تملح معاكي، قللي الملح لان توابل الكفته بيبقى فيها ملح. هنا حطيت الملح وحطيت معلقه كبيره من النشا. ولازم النشا يا بنات بتدي للكفته تماسك، وبصراحه ربنا بتبقى جميله. ولو عندك معلقه من البيكنج باودر حطها لها، هتخليها هشه كده وهتبقى معاكي طريه وزي العسل. حطيت يا بنات معلقه من البابريكا. وحطيت معلقه من الفلفل الاسمر. المعلقه الصغيره دي انا حطيت 2 فلفل اسمر، ما كانش عندي توابل كفته فما حطيتش. بس يفضل ان هي تكون موجوده عندك يعني. بس يا بنات رحت لكم في اخر الشقه الناحيه التانية علشان ابعد عن صوت العيال اللي بتلعب في الشارع. ربنا يا رب يخلي للجميع ويفرح اهاليهم بيهم يا رب. بصوا بقى يا بنات، هنا انا خدت يعني معلقه صغيره من التوم. هتقولي لي كده كتير، هقولك لا، لان التوم انا كنت باخد اللي هي حتت رفيعه. تمام، يبقى كده معلقه من التوم. وهنا بقى فاكرين العيش اللي احنا بليناه، هناخد منه رغيف ونسيب الرغيف التاني هنروح نعمل بيه حاجه تانية. اضربيهم كويس بقى في الخلاط او في الكبه اسفه. وبعد ما يتضرب معاكي كويس قوي في الكبه، انزلي عليهم باللحمه الموجوده عندك. انا كان عندي يا بنات كيلو الا ربع من اللحمه استخدمته. وعشان الكفته بتاعتك تطلع كفته كويسه وفعلا مش هتفرقيها عن كفته الحاتي، يبقى لازم يكون فيها نسبه دهن عاليه. يعني لو كيلو من اللحمه لازم يدخله ربع كيلو دهن او اكتر كمان، يعني ربع وحاجات بسيطه. ضربتها كويس جدا يا بنات. وبعد ما ضربتها، بصي الكفته عشان تبقى ناجحه معاكي لازم تحسيها ان هي مفتله. بصي اهي زي كده، بيبقى فيها زي خيوط. بس يا بنات هاخد الكفته دي واروح اريحها في التلاجة شويه لحد ما اعمل الخطوه اللي بعد كده. جبت الكبه الصغيره لان طبعا الكبيره يعني كبيره على الكميه اللي احنا هنعملها دي، فلا نستخدم الصغيره. حطيت باقي رغيف العيش يا بنات او الرغيف التاني، ومعاهم نص كوبايه من الطحينه الخام. يبقى جبنا الكبه الصغيره حطينا فيها رغيف العيش المبلول، ومعاه نص كوبايه من الطحينه، ومعاهم نص كوبايه من الميه الفتره. هنعمل ايه بقى، هحط لها ليمون. الاول دي شطه، تقدري ان انت تستغني على الشطه، بس احنا بنحب الطحينه تكون حاميه شويه. وده كمون، يبقى شطه وكمون وملح.
وده توم يا بنات. بصي بتطلع معايا رقيقه جدا لاني انا بالسكينه، فلو بالمعلقه كان هيبقى افضل. آه حطيت التوم، حطي معلقه من التوم، يعني معلقه مش كبيره. تمام. واعصري بقى ليمونتين يكون فيهم ميه. بس يا بنات بعد ما تعصري الليمون تضربيها كويس قوي بالكبة، مش هتلاقي اي اثر للعيش، بل بالعكس هيزود الكمية، وكمان هتبقى طعمها خطيرة. جربيها وعلى ضمانتي. بس عايزة اقولك حاجة للأمانة، انا زادت مني سنة، يعني خفت، كانت خفيفة سنة، فحطيت معلقتين تاني من الطحينة عشان تتقل شوية، فقللي كمية المية، لاني انا كنت ناسية ان العيش فيه مية. هنا بقى يا بنات كانت العجينة خمرت معايا. الله على الجمال يا سيدي. بقى على الحلويات، شايفين الشبكة اللي جوه دي؟ ده سر نجاح العجينة. كده الدقيق بتاعي كويس قوي مظبوط جدا، العجينة خمرت بقت فل يا فل. شايفة بوريكي الشبكة دي؟ هي دي سر نجاح الدقيق بتاعك. هلمها كده وهروح واخدة، لازم هجيب دقيق في طبق. شايفين الطبق اللبني اللي مش باين غير طرفه ده؟ ده يا بنات كان فيه دقيق. بلي ايدك بالدقيق، وخدي كورة بحجم الليمونة الكبيرة. مش هنقول ليمونة، بصي ليمونة كبيرة او سفندية صغيرة، ماشي، اللي هو اليوستفندي الصغنن يا بنات. عملت الكمية بقى كلها. بصي اهون، لازم تخلي بالك ان ايدك تكون فيها دقيق عشان ما يلزقش في ايدك وتبقى مشكلة. هي مش مشكلة ولا حاجة، بس هيلزق في ايدك، فاحنا لا مش عايزين حاجة ايه تعطلنا يعني، لان التلزيق في الايد مش بيبقى مستحب في العجين. ف بلي ايدك بالدقيق في كل واحده بتعمليها. بصي هنا بدأ يلزق في ايدي، فعملتها على المفرش، وبعد كده بقيت اعمل بايدي الدقيق كل مره. اهو بصي انا هنا كنت ببلي ايدي دقيق، شايفه اتعملت معايا بسرعه، ما خدتش وقت زي التانية. الحمد لله خلصت الكميه كلها، غطيتها كده بكيس بلاستيك لمده 10 دقايق، ارتاحت شويه ورحت راجعه لاول واحده عملتها. بالنشابه او بالمردنه الموجود عندك اشتغلي بيه. فردتها كده. انا عايزه الشكل البيضاوي يا بنات، اللي هو شكل المركب. ليه بقى؟ ما هو ده اللي طالع لنا ترند السنه دي. تمام. خدت الشكل البيضاوي دون. جبت، بصي بقولك انا مش عايزاه رفيع، انا عايزه السمك ده علشان يكون فيه لبابه من جوه. انت كل ما العيش الشامي يكون فيه لبابه في سندوتشات الكفته او الكبده، بيبقى يا سيدي على الجمال. بس يا بنات عملت الكميه كلها بقى ورحت حطاهم. بصي هنا دول اتبقوا مني، رصيتهم كده على المفرش، ودول كنت رصاهم على الصينيه، وجبت بقى الصاج الكبير رصيت فيه الباقي. طبعا انا رشه دقيق تحتيهم، سبتهم لمده ربع ساعه، ورحت جايه على البوتاجاز. جبت الطاسه، ولازم تكون الطاسه بتاعتك سخنه نار، وحطي العيش، نفضيه كده من الدقيق تنفيضه، وبعد كده حطيه في الطاسه، والطاسه تكون سخنه مش مدهونه اي حاجه. بصي شايفه الجمال؟ انا كنت عملت طبعا طاستين كده 3، بس كنت فاكره الكاميرا بتصور وهي مش بتصور. الله الله. عدي كده 15 على ايدك وروحي قلبه الرغيف. وعايزه اقولك ان النار عاليه مش واطيه، اوعي توطي النار. بصي بقى على الجمال اللي هيجي دلوقتي ده. بصي الرغيف وهو بينتفخ، الله يا سيدي على الجمال، يا ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بجد في حلاوة اكتر من كده؟ يلا بهري ولادك بقى واعملي لهم الحلويات الجميلة دي. ايوه دي حلويات صدقوني، هي الحلويات لازم يكون فيها سكر؟ هو نعمة ربنا كلها حلوة. ابهريهم بقى. السندوتش ده ترند يا بنات، ونازل اليومين دول كده عامل ضجة جامدة، والشباب كلها بتروح المطاعم عشان تاكله. ومش عايزه اقولك السندوتش ده عامل كام بره. شايفه العيش وجماله؟ يا سيدي على الجمال، ده بيخطف قلبي وهو بينتفخ كده. كنت مبهوره وواقفه فرحانه قوي بيه. بصي بقى هنا انا خلصت العيش كله، عملت لهم سلطه الطحينه، وجبت الجرجير، وادي الكفته. شايفين الكفته يا بنات؟ كنت سبعتها ودخلتها الفرن، ده الطبيعي انتوا عارفينه. وعملت لهم بقى السلطه دي، ويا سيدي على جمال الميه بتاعتها. عشان السلطه بتاعتك تظبط معاكي، خرطي كل حاجه كبيره مش صغيره، لان سلطات المطاعم بتبقى كبيره. وحطي فيها كمون، كزبره ناشفه، ملح، بابريكا، وسنه شطه.
وخل وليمون وشويه ميه، ومش عايزه اقولك انت هتشربي شويه ميه ملهمش حل. جبت الرغيف فتحته يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، شايفين من جوه عامل ازاي يا سيدي على الدلع والجمال. حطيت لهم بقى الجرجير والكفته كده جوه الرغيف. طبعا انا عايزه احط في الرغيف كفته تبقى قده، علشان ما يكونش فيه حاجه، يعني ما يكونش فيه حته فاضيه. يعني بصي من كيلو الا ربع دقيق وكيلو الا ربع لحمه هنعمل سندوتشات قد ايه دلوقتي، وكله هياكل وكله هيشبع بدل ما نشتري من بره. لا احنا قلنا هنوفر وندبر ونحوش كمان. شعارنا في الحياة بعد كده هيبقى الاقتصاد. يلا بقى يا بنات بجد جربيها، وانا واثقه ان هي هتعجبك. لو انت بقى اول مره بتشوفيني ودخلتي الفيديو دون لازم تعملي لي اشتراك، لان متابعتك دي شرف كبير قوي. بفرح جدا لما بتكتبي لي كده كومنت حلو وبيلمس قلبي، بحس ان انت قريبه قوي مني، وطبعا كلنا قريبين من بعض. ربنا يديمكم في حياتي، بجد بتفرحوني جدا بتعليقاتكم. بصي بقى، بصي الكميه، شايفه الجمال. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب، وتعملوها وتجربوها وتتهنوا، بجد حلوة قوي جميلة جدا. بصي كمية السندوتشات قد ايه. يلا فرحي ولادك واعملي لهم بكرة الاكلة دي، مش هتكلفك كتير ولكن هيشكروكي عليها اكتر. حلوة قوي وخفيفة قوي، ومش قادرة اقولك لذيذة قد ايه. اتبقى معايا التلات ترغيفة دول، قلت انا هشيلكوا عشان اكلكوا بجبنة ببطيخ. بس يا بنات جربوها وقولوا لي بجد ايه رأيكم. مستنية تعليقاتكم، واشوفكم على خير، ودمتم في رعاية الله سالمين. مع السلامة.